فيصل العزيز. لا مشهد تمثيلي يعني اختيار لو موقف مشهد تمثيلي لو موقف طريف لو تصير لاعب ايش تختار؟ اي لاعب؟ لاعب كرة قدم. لا طبعا مو مال لاعب يعني انا اساسا حب للتمثيل يعني يساوي حب للغناء وهي وان شاء الله مستقبلا لكم مشاريع بس الجمهور يعني. احنا قلت لنا خياط احنا كنا مهيئين توقعنا الفريق بالبدايه كله راح يكون ويانا قسم منهم مشغولين بالرد الان على الهواتف بالاذاعه فكنا محضرين انه المهنه اللي تفكرون بيها او اللي تمارسوها او اللي ناويين تمارسوها بعد الاعتزال مثلا فانت قلت لنا انت خياط لو نعرف من الاول كان قلنا لك ممكن تجيب لنا وياك نماذج للاشياء اللي تصير دعايه يعني نماذج الاشياء اللي هاي نماذج اللي هذه وين محلك؟ بيش اليرق بالمكان اللي طلع منه كاظم وصار محلي مدينة الحرية هم الفنانين. نعم اعتبرها نعم. اسعارك لا زين بالخياطة افضل ولا بالغناء في الصوت؟ يعني بالاسعار بس ايه بالاسعار والله الغناء بعدنا بداية الصراحة بالخياطة ماشي زين تضرب ضربتك يعني. اذا موقف طريف تتذكره؟ مشهد تمثيلي قلت لنا تحب التمثيل. نعم. عندي اغنية ان شاء الله راح تكون هدية قريبا اسم الاغنية قصة حزينة. نعم. فبيها يعني بيها هي اسمها قصة حزينة. فهي القصة كلها مرتبطة انا وله هذا المفروض سيرمو بس اللي قاعدين كلهم اساتذة ما منها واحد يغم عليهم سيرمو فتشي. نعم. فالقصة ما بيها انه ولا ما رد طلب الحديث انسان حب بنية. نعم. فيعني هي الانسان الوحيد اللي ربط طموحه هواية فوصل وياها لحد الزواج يعني وانتهت الامور فبدا يشترون الملابس والغراض حست بألم براسه مفاجئ. نعم. فبهالفترة يعني القصيرة فقدها يعني ماتت. نعم. فايش راح يعاني هو الانسان فعرف هاي خلقت القصة واني بافكار انه المطرب اللي يريد يطلع حاليا صحيح صوت ولحن بس العراق حاليا بتطلع بطاقات هواي. نعم يعني صحيح. فاعتقد المطرب الناجح المفروض يشمل هاي الشغلات. يعني الاغنية يفكر بها مثل ما قال ابو سام الكلام شلون يدخل اذان وكلام هم مدروس واللحن كذلك وبنفس الوقت انا هم اضيف انه يدرس ويا المخرج السيناريو مال الاغنية لان هم تطفت حلاوه للاغنية. اذا ممكن هسه تسوي لنا المشهد التمثيلي؟ المشهد التمثيلي عادي يعني انه لو اكو وحده يعني مش قال يعني يطلع شلون قريبه يمك ما يصير شلون ماكو هذا ثنائي هسه دورك انت دورك هو دوري لي صورة ما منين نجيب لك اياها مو قاعد يلا شو اسوي مو يلا خل ارتاح ارتاح يا ماتت شلون ترتاح وصل مسكت انا موتك يعني صيح لا صيح هي بالاغنيه هو الانفعال انه منك شو يقول الزمن بيش عمال عكس لو يلف مطلوب حلم اللي اريده رحال يا دنيا قدر مكتوب يا دنيا قدر مكتوب قصتي قصة حزينة. الفنان رائد جورج موقف طريف مقلب احد سوابي انت قاعد بالجلسه يم احمد راضي ما جتك فد اشاره فد حركه فد لا فيتك مثلا لا توعدنا الجماعه ما ادري عندنا شغله بس هو عصبي انا كنت اتحرش بينا لا الحقيقه ما دائما اخذ شغلات جديات فما اتذكر. لا مو زين انت فنان موقف طريف يعني كل الجديات تنتهي من وقت. نرجع طبعا موقف طريف او مشهد لا او مشهد تمثيل ما اقدر. اذا موقف طريف او مقلب مرات يعني مره كان دا اعزف وصعدت الاورجن كان مو مالتي يعني غير اورجن مالتي كان عاطل فصعدت للحفله يعني مو موقف طريف طلع والله فدا اعزف طلع مصفر الاورجن يعني صفر ماكو بيه اصوات وبقى لي اورجن واحد فجبت اورجن عادي وبي اس ار مشيت هذا موقف محرج يعني محرج وشوي طريف يعني انفعالاتك يعني حتى الموقف الطريف يطلع محرج. اي حسين حتى لا تنقص. لا صحيح صحيح صدق قام صحيح
موقف قبل شوية سألناك وما تذكرت ولا ذكرك بها؟ شلون نفززكم ما ادري ايش لبس شف سوى؟ هو يوميا بس احمد سفراتي ودائما بس شوف قناع شوف قناع شنو ياخذه وياه يعني القناع لو يشتريه منك؟ لا وياه عندهم وما عرفتوا بيه يعني على طول اذا هو نفس القناع؟ هو يخوف القناع ويجي يخوف شلون ما تخافين دنيا ليل؟ لا يعني ما تعودتوا عليه اقصد. هو يخوف حتى لو متعود يفتح الباب ويتفاجئ بفد شيء يعني تبقى متفاجئ يعني يا ريت لو جايب لنا اياه القناع احنا راح نطالبك بالقناع. والله بالفترة الأخيرة ما قلت استخدم هاي الأساليب لين صارت نتيجة. شنو أساليبك؟ ما القناع بس بديتها يعني البداية فترة بالممر مال الفندق كان جاي دكتور سمير سعد الله فأنا لبست له القناع واختلت له يعني اكو جدار مال الباب نزله وانا اختلت له فهو ده يجي فطلعت له هيك وهيك مشي له يعني هيك خطوات ثابته هو يقول والله بربك انت سبب مرضى يعني سبب مرضى يمكن هو جاء لي ويجذب الحذاء يقول والله بربك. سعد والله موقف سفر من السفرات هذه المنتخب يعني بروح التمرين احنا نزلنا انا وكريم علاني متاخرين بالمصعد عصبي المصعد والطابق الثاني على اساس كريم علاني سبع وياه يعني يشجعني انه سعد لا تخاف ما شو لكن راح نختلف راح نموت فقلت لا تخاف لا اخاف انا يمك شو هناك كله بضرب بالمصعد حرج لا قلنا راح نموت راح كريم علاني أجمل من عندي. حبيبي. هي مع القناع في مرة دخل فهذا انجمعتنا شو هذا دفرني. يعني أنت لبست القناع؟ يعني بس دخل طبعا دفرني. بس يا أحمد مال الأردن هم استعمل غير طريقة يعني. طريقة جديدة مال الحريق. مال الحريق. مال يطفي النار. شلون هذه الطريقة؟ تسوي حريق وهمي؟ شلون؟ لا هاي مال اطفاء الحرايق حطوها بالفنادق فالجماعة نزلوا من المصعد تعرفين نبات تفوتين يوم اوتش يضربش الهواء مال اوتش فتفزت تفزين كلش قوية فاني قاعد لهم وين على المصعد فيا جماعة يفوتون ورشهم على رجلين فشوفهم قمزاتهم بس. هذه اكو كاميرا تسجل له تتفق ويا واحد؟ والله جربنا مرة بس قال يعاقبوني. بس انت هسه راعي جورج راح يقوم يدير كرسي وياه. يجوز والله هيك جايب وياك في كوتين في شغلات يعني. ما ادري بيه ما تدري يعني. ننتقل الى الفنان كاظم الساهر وانطيناك فرصة ان ترتاح وتنام ونطلع لك. ايش قد تاخذ اجور بالحفلة؟ هواي. ايش قد يعني؟ 30,000 بالاسعار الجديدة؟ نعم. والله ما اعرف. منو اللي يتفق؟ منذر مدير اعمالي. نعم. يعني 30,000 لو اكثر لو اقل. شوفي انا مقرر انه هذه السفرات بعد هذه السفرات كل الحفلات مقررها ان تكون خيرية. اتمنى انه بادرة من وزارة الاعلام وبادرة من نقابة الفنانين. لأن للأسف مثلا كثير يجون مثلا يقولوا لي حفلة وهاي خاصة اللي ريحها مثلا لفلان الجمعية ما شنو بس هي تصير إن شاء الله راح تشوفين إن الحفلات اللي راح أسويها مثل السفرة قبل سفرتي هذه الأخيرة سويت حفلة لنقابة الفنانين بالموصل منابع الشعب وسويت حفلة لاتحاد النساء وحاليا كل الحفلات الجماهيرية اللي أسويها هي خيرية كلها اللي بدون استثناء أي حفلة. نعم. إذا تسمح لي يعني أرجو أن ما أكون داكشف سر لكن الحفلات الخيرية صادف يعني شوف هسه ذكرتها عن طريق الصدفة وأنا كنت في مكان وبالضبط أتصور كان منذر اللي حضر يعني اللي يتكلم عن هذا الموضوع. فعلا هو الطرح كانت على أساس خيرية بس شنو اللي راد أن تباع البطاقات بشكل إلزامي على المدارس طلاب وطالبات المدارس ويسأل دينارين
فبشكل إلزامي هنا ما عادت خيرية. أولا إلزام ماكو، وثانيا يعني هذه أنت إذا تأخذ ملازم كل المدارس إذا